والله إدارة الزمالك وصّلتني لمرحلة إن هم صعبانين عليّا بجد، تحس إن الموضوع بقى كبير عليهم أو ما تحسش، هو اتأكد إن الموضوع كبير عليهم، يعني بجد يا عيني مش عارفين يلاقوها منين، من إيقاف القيد اللي هم السبب فيه، من إن إحنا خلاص مش عارفين نجيب صفقات، من إن إحنا مش عارفين نحدد مين هو المدرب، مش عارفين مين هي اللعيبة اللي مكمّلة، مش عارفين مين اللعيبة هي اللي هتصعد من الناشئين، مش عارفين أي حاجة، يعني في أوروبا والدول المتقدمة برشلونة وريال مدريد والناس دي كلّها بدأوا يجمّعوا اللعيبة بتاعتهم، مش بيجمّعوا الأساسيين، لإن الأساسيين ما خدوش فترة راحة كاملة، لأ بيجمّعوا اللعيبة اللي هي ما راحتش مع المنتخبات، اللعيبة اللي هي هتتصعّد للموسم الجديد، أو اللعيبة اللي هتتجرّب للموسم الجديد، ده في كل حتّة في أوروبا بيعملوا الكلام ده، حتى في الخليج، في المحيط، المغرب، تونس، هتلاقي كلّه بدأ إن هم يحضّر الكلام ده كلّه، حتى في مصر، يعني مش في أوروبا والدول المتقدمة، لأ حتى في مصر، يعني ربنا يكرمنا كده ونبقى مع أوروبا والدول المتقدمة، ولكن حتى في مصر هتلاقي الأهلي حدد صفقاته، جاب المدرب بتاعه الجديد، بيراميدز جاب صفقاته، المدرب مكمل زي ما هو، المصري، سيراميكا، كل دول محددين الدنيا ماشيه فين ورايحه على فين، وعارفين هم هيعملوا معسكر اعداد فين وكل حاجه، الا الزمالك. بجد والله الا الزمالك، اداره الزمالك صعبان عليا. طيب انت يعني مشيت معتمد جمال بدون ما تدي له اي خبر، بدون ما تدي له اي حس، فجاه كده الراجل عرف زيه زينا كده على التلفزيون ان هو الزمالك بيفكر في مدرب جديد، فده معناه ان انت مش معانا. طب ده انت حتى ما قلتلوش، يعني ده انت حتى يعني ما كرمتهوش، ده انت حتى ما قلتلوش شكرا، ده انت حتى ما قلتلوش معلش انت تعبت معايا، ده انت حتى ما قلتلوش اي حاجه. الراجل بيعرف زيه زينا ان الزمالك بيتفاوض مع مدربين تانيين. طيب بص، هو بغض النظر ان انا مختلف ان معتمد جمال يكمل، انا مش مقتنع بيه ان هو يقدر يقود المرحله القادمه في الزمالك، واللي انا بتكلم فيه كان بناء على ان احنا هنجيب صفقات، ان احنا هندعم الفريق، ان احنا هنعمل ابجريد في الفريق، ان احنا ناخد بطوله افريقيا. فعشان كده كنت بقول مش مستاهله معتمد جمال، وكان نفسي ان هو يحافظ على التاريخ بتاعه، واللي هو عمله كان بالنسبه لي اعجاز، واللي كان هيحصل الموسم اللي جاي لو كان هو كمل وعملنا ابجريد كان ممكن ان هو يمسح كل اللي عمله باستيكه. فكان نفسي كانت تيجي منه هو، اللي هو خلاص لا يا جماعه انا مشيت مش عارف ايه، خلاص هم عزوك كانوا يخلوك قاعد. ولكن اداره الزمالك بغض النظر عن العبث ده والعبث بتاع ملف الصفقات بقى، وان احنا خلاص مش هنجيب صفقات بسبب ايقاف القيد، ومحدش فاهم هل يعني القيد ده هيتشال ولا لا، وهنجيب لعيبه ولا لا، طب القضايا اللي علينا دي هتتحل امتى، طب الفيفا امتى هتوافق على الطعن اللي بقدمه الزمالك، محدش عارف ولا اداره الزمالك عارفه. فبغض النظر يعني انت دلوقتي بتتكلم على مدرب اجنبي، وانا معاك في الخطوه دي، ولكن لو كنت هتعمل ابجريد في الفريق، وان انت هتعلي من السكواد بتاع الفريق وتجيب بقى 5 6 صفقات من العيار التقيل يسندوا، فلكن انت دلوقتي هتجيب مدرب اجنبي بناء على ايه؟ هل انت عندك سكواد يقدر يعمل اي حاجه؟ طب هل انت عندك سكواد عنده القدره ان هو يتطور او ابيليتي ان هو يتطور؟ مفيش الكلام ده. خلينا متفقين السكواد ده اقصى حاجه يعملها، يعني مثلا هو في 3 4 5 بالكتير اللي تقدر تسند عليهم بالظبط، يعني عواد، محمد اسماعيل، الونش لو بطل يتصاب، محمد شحاته، يعني بنتايج، خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ودول في منهم يعني بنزقهم معاهم، يعني بنقدر نقول ان هم من اللعيبه التقيله في الفريق، بنزق الدنيا، ولكن انت عارف ان في منهم 3 4 هيتصابوا لا يصلحوا مع مستواهم مش ثابت اغلب الوقت، فانت كنت محتاج 4 5 صفقات تقال تسند بيهم مع اللعيبه دي. مش هنتكلم خلاص. ولكن هل المدرب الاجنبي اللي هيجي هيعمل حاجه مختلفه عن اللي عملها معتمد جمال؟ ممكن لا، ولكن اداره الزمالك هي اللي بقى تدور صح. يعني انت ما يبقاش ما معكش فلوس، وما معكش فلوس تجيب صفقات، وما معكش فلوس تصرف على الفرقه، وما معكش فلوس تقبض اللعيبه وتجيب لي مدرب اجنبي. يعني انت ممكن بفلوس المدرب الاجنبي ده انت ممكن تجي تكمل مع معتمد جمال، او تجيب اي مدرب مصري، يعني لو هتسيب مدرب مصري كنت تسيب معتمد جمال بالمرتب بتاع المدرب الاجنبي اللي انت بتتكلم اقل حاجه 85,000 دولار، بالجهاز الفني ممكن يوصل ل 150,000 دولار، ده مرتب 4 5 شهور للمدرب المصري. فكانت الاولويه، يعني بما انك خلاص مش هتجيب صفقات، كان وجهه نظر انا ان انت تحافظ على معتمد جمال وتبقى موفر سيوله للفريق، وان انت تدي للعيبه دي فلوس.
تدي اللعيبه دي فلوس وتجيب محلل اداء كمان مع المحلل الاداء اللي موجود ويشتغل مع معتمد جمال، وتوفر يعني مدرب لياقه بدنيه، وتوفر دكتور تاني، تصرف يعني في البنيه التحتيه اللي هو الجهاز الفني المصري، تصرف عليه بجد وتجيب له ناس تساعده بجد، وتصرف الفلوس دي على اللعيبه الصغيره اللي يعني محمد ابراهيم نهي الموسم اللي فات لما مؤاخذه يعني عنده هانش وعنده بطن يعني صافينات يعني ما علينا فانت بتتكلم في مشكله عندنا في الاعداد البدني، ومش في مشكله عندنا بسبب كتر الاصابات. فانت كنت الاولى من وجهه نظر ان انت تصرف فلوس على البنيه التحتيه. خلاص انت مش هتجيب صفقات، كنت محضر 300 400 مليون مثلا صفقات، وان رجال الاعمال كان هيدي لك صفقات، كان الافضل من وجهه نظر انا خلاص بما انك مش هتجيب الكلام ده، كل راجل اعمال يصرف الفلوس على النادي وتوفر بقى كل حاجه. تدي لعيبه كده وهي داخله 25 مقدم تعاقد كمان 3 4 شهور ياخدوا 50%، تبقى الدنيا ايه بالنسبه لهم، مفيش ازمات ماليه، فبالتالي تقدر تاخد احسن حاجه واحسن كواليتي من اللاعب اللي معاك، اللي هو مش اجمد حاجه، ولكن لما توفر له بعض الادوات بدل ما هو هيدي لك الستة من 10 هيدي لك السبعة 8 من 10 اللي هي مش كافيه. يعني 8 من 10 دي مش كافيه ان انت تاخد افريقيا، مش كافيه نهائيا، مش كافيه ان انت تاخد الدوري، لان الدوري هيبقى السنه الجايه مشتعل اكتر. ده وجهه نظري. ولكن الزمالك دلوقتي مرشح له 3 مدربين اجانب، في منهم اللي عنده خبره افريقيه وخبره عربيه، وممكن يبقى عندهم القدره ان هم يطوروا من اللعيبه. ممكن، الله اعلم، ممكن بعد كل ده هيجي لك واحد اجنبي زي جوزيه جوميز اللي جالك في ظروف اصعب بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. ولكن جوزيه جوميز كان معاه سكواد، كان معاه فرقه تقيله، كان معاه فرقه تقيله يقدر يعمل بيهم حاجه. ولكن اللي جاي دوت انا بشفق عليه، انا بشفق عليه حرفيا. الزمالك السنه اللي فاتت كان اقل رابع سكواد او اقل 5 سكواد والمعجزه حصلت. الزمالك السنه اللي جايه هي تقريبا يعني في البنك الاهلي بيعمل ابجريد، وفي سيراميكا كليوباترا، ويعني فاهم في انبي دخل مع الشرقيه وهياخدوا الحلو من هنا على الحلو من هنا. فانت السكواد بتاعك هيقل، خصوصا ان انت عندك لعيبه كبيره يعني الونش وعمر جابر كبار في السن، فتوح بينتاج مش ثابتين في المستوى. يعني احنا بنحاول نزق الدنيا، ولكن مش هتفضل كل مره معتمد على المعجزه. ولكن تعالى نتكلم على المدربين الاجانب المرشحين ان هم ينضموا للزمالك. واول واحد معانا هو جوزيف زينباور، مدرب الماني، وسبق ان هو درب في المانيا مع هامبورغ، ودرب برضه في اوروبا مع اللوكوموتيف موسكو، وفي افريقيا عنده 3 تجارب، واحده مع اورلاندو بايرت، الثانيه مع الرجاء، والثالثه مع شبيبه القبائل. نجح مع الرجاء في موسم 2023 2024 ان هو يفوز بالدوري المغربي، وفاز برضه بكاس العرش. ومع اورلاندو بايرتس نجح ان هو يكسب معاهم الكاس. وبعد كده اصلا بدايه ما مسكهم كانوا هم في المركز ال11 او ال12 تقريبا، ونجح ان هو يطلعهم بعد نهايه الموسم للمركز الثالث. بيتقال عليه ان هو مدرب عنده فليكسيبيليتي، او مدرب عنده القدره ان هو يغير تشكيلته او يغير خطته، بالمعنى كده ان هو واحد مش عنيد، يعني مش هتلاقيه على طول هجومي ومش هتلاقيه على طول دفاعي. الميزه فيه ان هو عنده خبرات كافيه في افريقيا، درب 3 انديه من الانديه الكبيره في بلادهم، سواء اورلاندو او شبيبه القبائل او الرجاء. فانت بتتكلم على مدرب حافظ القاره ومتعود على الاجواء، خصوصا الاجواء في المغرب قريبه جدا من الاجواء في مصر. والحاجه اللي ممكن تزود في السي في بتاعه ان هو حقق بطولات مع الرجاء، فواحد يقدر يتعامل مع الضغوطات والمشاكل اللي عندك. وكمان اللي بيتقال عليه يعني ان هو مدرب عنده القدره ان هو يطور من اللعيبه اللي معاه، وده اللي باين على فكره. يعني انت لو هتلاقي الرجاء في عهده هو معاه هتلاقيه بيقدم كرة كويسة، او بعض اللعيبة هتلاقيهم متألقين، ولكن بعد ما مشي من الرجاء اللعيبة دي معظمها وقع. فدي نقطة تحسب له ان هو مدرب عنده القدرة في ان هو يطور من اللعيبة اللي معاه. فده كان الاختيار الاول عند الادارة. اما بقى الاختيار الثاني وهو بابلو فرانكو، مدرب اسباني عنده 46 سنة، اشتغل في اسبانيا والسعودية وتنزانيا وجنوب افريقيا والمغرب، ونجح ان هو مع المغرب الفاسي ان هو يفوز بالدوري المغربي. وعنده برضه خبرة كافية في افريقيا زي ما قلت لك، درب في تنزانيا وفي جنوب افريقيا، ومع المغرب الفاسي نجح ان هو يحقق نجاحات قويه. ولكن في عيب عنده خطير، وهو ان هو ما قعدش سنه واحده في نادي، وده معناه ان هو مدرب تكاوي، او النجاح بتاعه ممكن يكون نجاح صدفه، يعني اللي هو يخش ينجحك ويمشي، او يخش ينجحك وبعد كده يقع، حاجه كده
زي كارتيرون كده. كارتيرون يمسك الفريق ينجح بيه نجاح بسرعه قوي، وبعد كده يقع بيه قوي، بعد كده يمشي يروح نادي تاني يحقق بيه نجاحات كبيره قوي وبسرعه قوي، بعد كده يقع تاني. تعالوا بقى نخش على المدرب الثالث، وهو اولي فورتي تقريبا، واتمنى اكون بنطق اسمه صح. وده مدرب سويسري، واغلب الانديه اللي دربها كلها في سويسرا وفي اوروبا. نجح ان هو يكسب كاس سويسرا مرتين، صعد مع فريق سويسري اسمه سانت جن من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. ده مدرب ممكن يكون اسما اقوى من الاثنين التانيين، خصوصا ان هو عنده خبره كافيه في اوروبا، درب اكتر من فريق كبير، وعنده القدره ان هو يتعامل مع الضغوطات والمشاكل. ولكن العيب برضو اللي عنده ان هو مدرب ما دربش في افريقيا قبل كده، زائد كمان ان كل نجاحاته دي كانت مثلا من 5-6 سنين فاتوا. وانا بالنسبه لي بشوف ان المدرب اللي درب في افريقيا ليه الافضليه عن اي مدرب تاني بره افريقيا. يعني مثلا فيريرا اللي بالنسبه لي اعظم مدرب جه في تاريخ الزمالك، وبعديه مثلا جروس. الاثنين دول جامدين جدا، ولكن اللي كان بينقصهم ان هم ما كانوش على درايه كامله باللي بيحصل في افريقيا. ما عندوش الخبره الكافيه في افريقيا. التعامل في افريقيا حاجه وفي اوروبا حاجه. شوف فيريرا ده عمل مواسم اعجازيه مع الزمالك، 2 دوري، وعمل بطولات وطور من اللعيبه والكلام ده كله. ولكن فيريرا ما كانش عنده القدره او ما عندوش الخبره في ان هو يتعامل مع افريقيا. احنا ما بنلعبش كوره في افريقيا، فانت عايز مدرب صايع في افريقيا من وجهه نظر انا هيبقى احسن بكتير من مدرب تقيل وقوي ولكن ما عندوش خبره في افريقيا. والكلام ده برضو عند الاهلي اللي هتلاقيه برضو جابوا مدربين كبار كتير ولكن فشلوا بسبب ان هم ما عندهمش الخبره الكافيه في افريقيا. فانا عموما بفضل نوعيه المدربين اللي هي يكون عندهم خبره في افريقيا. ومش شرط على فكره الكلام دوت يكون صح، ممكن يجي مدرب ما عندوش اي خبره افريقيه ويجي يكسر الدنيا. وعموما يعني ده كان كل حاجه. اتمنى الوضع في الزمالك يتحسن بسرعه، على الاقل نعرف احنا مين المدرب، على الاقل نعرف مين اللعيبه اللي هتتصعد، على الاقل اللعيبه تاخد فلوسها، على الاقل نبقى عارفين المعسكر ده هيكون معمول فين ومين المدرب. يعني حاجات بيزك، احنا بنتكلم في حاجات الف ب كوره. يعني اتمنى نخلص من صداع بقى اللي هو زيزو والفلوس اللي عليه. اتمنى نخلص برضو من صداع بقى شركه الكوره. تخلصوا المواضيع دي بسرعه وتركزوا في الفرقه، تركزوا في الفرقه وتضخوا فلوس في الفرقه، بدل ما الاداره قاعده بتتخانق على التورته تتوزع ازاي، يلاقوا حل في الفريق دلوقتي. فاتمنى من اداره الزمالك ان هي تفوق بسرعه من الغيبوبه اللي هم فيها، ويحددوا كل الاولويات دي ويفكهم شويه من حته تقسيم التورته. وعموما يعني ده كان كل حاجه. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل اكونتات السوشيال ميديا في الديسكربشن تقدر تروح تابعني عليها. وبس كده، سلام.